رسول الله كيف يعلم الغيب ويتزوج من حفصة وعائشة؟ إيه شنو دخل علم الغيب بهذا الموضوع يعني؟ وأنا عندي التباس عفوا. طيب نجي نضرب مثال. الله سبحانه وتعالى هو رب الغيب صح؟ وعالم الغيب والشهادة صح. لا يوجد شيء لله اسمه غيب. الله عنده كل شهادة. بالنسبة لنا غيب أكو عندنا غيب وشهادة صح؟ صح. زين الله كان يعلم بأن إبليس لن يسجد إذا أمره أم لا؟ يعلم. طيب لماذا خلقه ولماذا أمره؟ اثنين. لا يدري بأن هذا المخلوق هذا الكائن ولن يستجيب لهذا الأمر الإلهي وسيكون سببا في ضلال العالمين من الجن والإنس. لماذا أمره بالسجود وهو يعلم أنه لا يسجد؟ ولماذا خلقه وهو يعلم أنه سيكون كائنا مثلا ظلمانيا متسافلا؟ أنا أعطيك الجواب الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يخلق بعض المخلوقات من باب الاختبار للبشرية. لذلك عمار بن ياسر يقول إن الله ابتلانا وإياكم بزوجة نبيكم لنعلم أإياها نطيع أم هو. فالله سبحانه وتعالى خلقها من باب الفتنة والتكامل لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مرتبة. الحسين عليه السلام قال له رسول الله إن لك مرتبة لن تنالها إلا بالشهادة. إذن المراتب غير متناهية. رسول الله كانت له مرتبة من المراتب هي التكامل في البلاء بزوجاته منهن حفصة وعائشة. السؤال هنا العلم بالغيب يغير النتيجة؟ لا. الله يعلم بأن إبليس لن يسجد مع ذلك خلقه اختبارا وامتحانا للعالمين. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تزوج بعائشة يعلم بأنه اختبار له وللأمة. ولليوم الأمة في اختبار بسبب عائشة وأبي بكر وعمر.